تخيل تعمل حادثة وتصحى تلاقي نفسك محبوس في رواية، ومطلوب منك إنك تكون المدرس بتاع أبطال الرواية دول اللي هم من السحرة، ولكن أنت مش مسموح لك تستخدم السحر. يا ترى هتعمل إيه؟ بتبدأ الحلقة الأولى من حكايتنا وبنشوف قصر ضخم من العصور القديمة، وجوه القصر بنسمع واحد بينادي على مايكل فوكسون ممثل دفعة خريجين أكاديمية فالدر، وبنشوف مايكل واقف قدام الكل وفي شعاع أخضر قدامه زي ما يكون مكبر صوت، وبيبتسم مايكل وهو بيعرف عن نفسه. وبعدين بنشوف شخص حاطط ورقة شجر في بقه بيقول صعب أصدق إن اللي كان بيتلخبط في التحيات البسيطة واقف قدام الناس دي كلها وبيتكلم، وبيكمل وهو مرتاح في قعدته على شجرة شكله من هنا كأنه قطنة بتتكلم. ما هو بجد مفيش حد شعره أبيض كده غير مايكل. كبرت يا مايكل ونسيت إن كنت المدرس بتاعك اللي علمك كل حاجة. وبنشوف مايكل واقف بيقول للناس ال3 سنين اللي قضيتهم في أكاديمية فالدر كانوا أكتر سنين ليهم معنى في حياتي. وبيقول الراجل أبو ورقة شجر لنفسه بجد حصل حاجات كتير في السنين دي، كان صعب إن أفضل محافظ على دوري وأنا جنب بطل رواية فانتازيا. وبعدين بيصرخ بحماسه وهو بيكمل بس خلاص خلصت المهمة الرئيسية، وداعا ل3 سنين من الشخصيات المبالغ فيها. دلوقتي بقى يبدأ حلمي الكبير بالحياة الهادية اللي كنت مستنيها من زمان. ولكن فجأة حماسه بيختفي وبيستغرب بسبب كلام مايكل اللي بيسمعه بيقول للحضور. لكن كل ده يرجع لأستاذي ومعلمي البروفيسور كريس. لو ما كنتش قابلته ما كنتش بقيت الشخص اللي واقف قدامكم دلوقتي. شكرا انك ما استسلمتش معايا حتى وانا في أسوأ حالاتي، وانك كمان فضلت ترشدني. انا عارف ان ليك ظروفك اللي مخلياك مش قادر تكمل في الأكاديمية، وعشان كده من فضلك اديني فرصة ارد لك الجميل، ووعد مني اني هفضل وراك طول عمري. وبكلام مايكل بيخلي كريس يقول في سره يعني ايه ده؟ فوق يا ابني، انت البطل، قصتك لسه في اولها والعالم كله مستنيك. كذا شركة ومؤسسة جايين مخصوص عشان يضموك ليهم. وبنشوف باقي التلاميذ ومايكل بيكمل كلامه ومش انا بس، ده كل زمايلنا اللي انت دربتهم بايدك. كلنا اجتمعنا هنا عشان نمشي وراك، وبقينا احنا ال5 متعهدين على الولاء لكريس دوتون. وكريس بيبقى قاعد مكانه متوتر وبيقول لنفسه استنى بس، ايه اللي بيحصل ده؟ انا ازاي وصلت للمرحلة دي؟ انا انسان عادي خالص من عالم تاني وما عنديش حتى قدرة اني اعمل تعويذة واحدة. هو انا لخبطت في اعدادات الشخصية ولا ايه؟ وبنرجع فلاش باك قبل كل ده وقبل ما بطلنا يبقى مدرس في أكاديمية فالدر، وبنعرف ان حصل له حادثة عربية، وفي اليوم ده وعي بطلنا كان بيضيع منه. وفجأة في حاجة غريبة ظهرت قدامه، واللي كانت شاشة نظام فيها المهمة الرئيسية ورغبة حاكم الأرض وحياة جديدة وكلام غريب. وفي نهايتها بيسأله يقبل المهمة ولا لأ، فبيخاف بطلنا من الكلام اللي ظهر قدامه وبيكون فاكر نفسه هيموت، لحد ما بيشوف كلمة يعيش بتلمع في عينه وبتخليه يرفع إيده بصعوبة، وهو جواه أمل إنه يعيش لأنه صغير وحياته لسه بتبتدي. وفي اللحظة دي بيختار إنه يعيش وبيقبل المهمة من غير تردد وبيدوس على الزرار. وفجأة بيشهق بصعوبة وهو نايم على سريره وبيفتح عينه. وبعدين بنشوف واحدة بتقول له أخيرا فقت يا مستر كريس. فبيقول بطلنا لنفسه إيه ده؟ ثواني، هي مش شايفة الرسالة؟ طب بلاش الرسالة، مين كريس ده؟ ومن غير ما يحس بيقول الاسم بصوت مسموع، فبتديله البنت بطاقة وبتقول له إن اسمه كريس دوتون. وبيشوف بطلنا البطاقة مكتوب عليها اسمه وإنه مدرس جديد في أكاديمية فالدر، فبيستغرب وهو بيقرأ البطاقة وبيتفاجئ أكتر إنه قدر يفهم اللغة المكتوبة مع إنها مش ياباني. وبيسمع اللي اديته البطاقة بتقول كان المفروض النهاردة يبقى أول يوم ليك، والحفلة الافتتاحية خلصت خلاص، بس بما إنها كانت حادثة قطر الأكاديمية هتتفهم ده. وبرضه بطلنا مش بيفهم إيه اللي تقصده وبيتوتر، وبسرعة بيطلب منها مراية. ومرة واحدة بتظهر شاشة النظام قدامه مكتوب عليها المهمة الرئيسية رغبة حاكم الأرض، وبترحب بيه إنه اتولد من جديد على هيئة كريس دوتون المدرس الجديد في أكاديمية فالدر. وبيعرف منها إنه هيقضي السنين الجاية بينهي مهماته في هيئة كريس دوتون. فبيقول لنفسه أنا حقيقي مش عارف إيه الكلام السخيف ده وجاي منين، بس اسم الأكاديمية دي أنا عارفه، دي كانت رواية الفانتازيا اللي كنت بقراها كل يوم قبل ما أنام، كانت عن أقوى بطل من سلالة ملك الشياطين، قصة بطل ضعيف بيصحى يلاقي نفسه وريث لدم الشياطين وفي الآخر بيسيطر على العالم وبيسحق كل أعدائه بقدرات خارقة، ومعاه بنات كتير بيشتغلوا لصالحه. بس ده كان من زمان، أنا حتى مش فاكر وصلت لفين في الفصول، وكمان مين كريس دوتون ده أصلا. وبيحاول بطلنا يفتكر أي حاجة بس مش عارف، والنظام بيجيب له إشعار إنه لازم يروح لتلاميذه عند بوابة الأكاديمية قبل ما الوقت يخلص، وجايزته هتكون خريطة الأكاديمية ومعاه 24 ساعة بس، وإلا عقوبته هتكون الموت. فبيتعصب بطلنا وبيضرب الهوا بإيده وهو بيقول انتوا متخلفين ولا إيه؟ يعني أنا ميت أصلا ولسه يا دوب بستوعب، تقوموا تقولوا لي لو فشلت هتموتوني تاني؟ وكل ده قدام البنت اللي واقفة ومخضوضة من اللي بيعمله. وبعدها بره المستشفى اللي كان فيها بطلنا بنشوفه ماسك راسه بتعب بعد ما أصر يخرج وهو لسه تعبان بس مضطر، خصوصا بعد ما دفع نص فلوسه للمستشفى واللي كانت كتير. وفهم بطلنا إن عملة المكان اللي هو فيه اسمها جولد، وإن الأكاديمية تاخد مشي نص يوم من المكان اللي هو فيه. بس اللي مش قادر يفهمه فعلا هو مين كريس. وبنشوف بطلنا بيجرب حاجة كان نفسه فيها وبيهمس بصوت واطي وشاشة الحالة بتتفتح قدامه، وبيكون مبهور بيها وهو شايف كل بياناته ظاهرة. بس مرة واحدة بيتصدم لما بيكون مكتوب إنه مش مسموح للاعبين غير الشرعيين استخدام المهارات. فبيتضايق بطلنا إنه مش هيقدر يستخدم أي مهارة، وبيفهم إن الإحصائيات ماشية بس مفيش سحر، وده بيخليه يمسك شاشة النظام ويصرخ وهو بيلفت انتباه الناس هو أنا اتجسدت في نسخة بايظة ولا إيه؟ دي كده كارثة. وبعدين بيتوتر بطلنا لما بيفتكر إن في عالم زي ده الوحيدين اللي مش بيعرفوا يستخدموا السحر هم الوحوش،
وهو المفروض يكون مدرس في افضل اكاديميه في القاره، فبيمسك راسه بتعب وبيقول دي مش كارثه، ده حكم بالاعدام، انا كده محتاج اهرب، مستحيل اسمح اني اكون وحش. ولما بيلاقي ان النظام بيحسب له الوقت المتبقي بيتنهد، وهو بيقرر يبطل دراما عشان ما يضيعش وقته، وكمان ما يضيعش فرصته التانية للحياه، لانها الحاجه الوحيده اللي في صالحي. وعندي شويه خبره، لان مره حد بلغ عني في لعبه اونلاين عشان تمثيلي كان واقعي بزياده، يعني انا كويس في الشغلانه دي، يبقى كاني فعلا ساحر غامض وقوي بس عمره ما بيظهر قوته الحقيقيه. انا هفضل عايش بتقمص الدور لمده 3 سنين. وبما ان الحفله الافتتاحيه كانت من اسبوع، فالمدرسه فاضيه دلوقتي، وبعد شويه بنروح لقصر الاكاديميه اللي قدامه تمثال لوحش غريب، والتمثال ده بيصرخ وفيه دموع نازله من عينه، ولكن مره واحده عينه بتضلم وبيحس بحاجه غريبه، وبيكون ده بسبب بطلنا اللي بيقرب منه وحواليه هاله غريبه. فبيقول التمثال لنفسه مين الراجل ده؟ الطاقه السحريه اللي خارجه منه مش طبيعيه، اكيد ده مدرس. بس انا سمعت ان المدرس الجديد اتعرض لحادثه قطر، طبيعي مدرسين الاكاديميه يبقى عندهم قوه خارقه، بس الراجل ده شكله مختلف، زي ما يكون من مستوى تاني. العلامه اللي في جبهته وشعره الاسود كانه وحش بري، وجلده ابيض زي ضي القمر، وعيونه زي نص الليل، ده هو الموت بس في صوره انسان. العيون السوداء اللي فيها لمعه حمراء شافت نهايات كتير، في فراغ وراه وسكوت تقيل وكأن الدنيا كلها ساكته حواليه. ولما بيقرب بطلنا وبيقف قدامه بيقول له ايه ده؟ هم حاطين حته زلط واقفه على البوابه، دي اهانه للاكاديميه. فبيتعصب التمثال من كلامه وبيقول اثبت مكانك وقول اسمك وسبب وجودك هنا. وبنشوف بطلنا بيبتسم بهدوء، وبعدين بيرفع راسه وبيظهر الجرح وهو بيقول انا كريس دوتون المدرس الجديد، ما تتكلمش كتير وافتح البوابه حالا. وبنشوف بطلنا بيتخطى البوابه وبيدخل الاكاديميه، وهو بيحاول يكون ثابت في خطواته، وبعدين بيتنهد وبياخد نفسه وهو بيقول كنت حاسس ان نهايتي خلاص، بس لحقت نفسي في الوقت المناسب. وواضح كده ان شخصيه كريس دي طلعت جامده، هسميه المدرس الاسطوري عديم الحماس اللي بينام قدام الطلبه بدل ما يعلمهم، بس في الحقيقه مقاتل مرعب ومخضرم وعنده قوه خارقه، من النوع اللي يرشد البطل بكلمه واحده تقلب الموازين. واللي بنعرفه عن كريس انه في ماضيه فقد حد غالي عليه بسبب غلطه عملها بايده، وحياته اتدمرت لحد ما ظهر له مدير الاكاديميه بنفسه، ومن وقتها جه الاكاديميه غصب عنه. بس اهم نقطه ان عنده صدمه من اللي حصل ورافض ياخد اي تلميذ تاني، وكمان مغرور شويه وشايف ان الناس الضعاف ما يستحقوش يتعلموا. وبنشوف بطلنا بيحط ايده على راسه وهو بيقول بحماس لو عايز اشوف سحر كريس يبقى لازم اقوي نفسي الاول. وبعدين بيبص لايده وبيلاقي ان جرح راسه فتح تاني بعد الحادثه، فبيحس بألم ودوخه قويه، وبيجيب له النظام انه انهى المهمه وحصل على خريطه اكاديميه فالدر. وبيزعق بطلنا خريطه ايه؟ ادوني حاجه تعالجني احسن، بسبب الشخصيه الكسوله دي مش هقدر اروح المستشفى. وفجاه بيسمع صوت جاي من وراه وبيشوف شاب بيساله اذا كان بخير ولا لا، وبيحاول يساعده لما بيلاقيه بينزف. فبيبص له بطلنا وبيقول لنفسه الرمز اللي مغطي خد الولد ده، وكمان حاسس ان عنده قوه ملعونه، ده اكيد مايكل فوكسون البطل بتاع القصه، لسه ما استيقظتش قوته عشان كده شعره لسه بني متوتر وبيتكسف، ومفيش اي علامه على القوه الخارقه اللي هتظهر فيه بعدين. بس برضه مش لازم اطمن له، افضل حل اني التزم بالخطه وامثل دوري صح. وبيبص لمايكل وبيساله بيعمل ايه هنا، وبيتوتر مايكل وهو بيسمع كريس بيكمل الحصه لسه شغاله مش كده؟ ايه اللي جاب طالب جديد زيك هنا؟ فبيقول مايكل ما كنتش قادر اتابع الحصه، فالمدرس قال لي ما اجيش ارض التدريب تاني. وبيقول كريس لنفسه بصراحه معاهم حق، مايكل دلوقتي يا دوب ممكن يعمل كوره نار بسيطه، الفرق بينه وبين زمايله واضح جدا، بس برضه مفيش مبرر ان مدرس يعامل طالب بالشكل ده. وبيكمل بصوت واضح لمايكل اكيد واحد حقير. ولما بيسمع مايكل الكلمتين دول بيخاف وبيبدا يدمع وهو بيعتذر من كريس اللي بيتصدم من رد فعله وهو حتى ما قربش منه. وعشان يخلص من وجع الدماغ بيساله فين مكان فصله، وبيقرر انه يرجعه لفصله بسرعه احسن. وهنا بتظهر قدامه شاشه النظام وبتعرفه ان المهمه التانية انه يوصل للفصل اكس في الوقت المناسب ويبدا اول حصه ليه في اول يوم دراسه، وجايزته هتكون الخريطه التانية لفالدر وميداليه قرد صغيره، والعقوبه هي الموت. هو ايه كل العقوبات بتاعت المهمات الموت؟ والراجل ده مش عارف يشم نفسه في البتاعه دي. المهم وبيكون قدامه 9 دقايق بس كريس مش عارف يروح فين حتى والخريطه الاولى معاه، ما يعرفش غير ان الفصل اكس ده هو فصله. وبيشوف مايكل لسه بيترجاه انه يعفو عنه وبيتهته بالكلام وبيقول انه في الفصل اكس، فبيتضايق كريس من التهتهه بتاعته وبيقول له يدله على طريق الفصل، ولكن مايكل ما كانش عارف يجمع جملتين على بعض. وبعد شويه بنوصل للفصل وبنشوف كريس شايل مايكل لانه كان ضعيف لدرجه انه مش قادر يمشي، فاضطر انه يشيله بالطريقه دي لحد الفصل، وحاسس ان دراعه اتكسر من شيلته، فبيرمي مايكل على الارض بعد ما خلاص وصل لاخر طاقته. وبنشوف الطلاب بيتريقوا على مايكل بعد ما وقع قدامهم بالشكل المهين ده، وبيحط مايكل ايده على راسه بتعب وهو حزين من كلامهم. وعلى الباب بيكون بطلنا واقف وحواليه قوته العظيمه اللي بدات توصل للتلاميذ وياخدوا بالهم منه، وبيبصوا له وهو بيدخل المكان قدامهم لحد ما بيوصل لمكانه ويقف، وبعدين بيقول كلهم زباله، هم دول اللي مطلوب مني ادرس لهم؟ انت اكيد اتجننتي يا اكاديميه فالدر. وبيبدا الطلاب يتهامسوا بسبب كلامه وهم مش عارفين مين الراجل ده وايه اللي جابه هنا. وبنشوف حد من التلاميذ بيرفع ايده وبيقول لكريس لو سمحت هو حضرتك مين؟ المنطقه دي مش مسموح فيها لاي حد. وبنعرف ان ده الطالب المتفوق في الفصل اكس واسمه جيك، وبيفتكره كريس لانه كان صديق مايكل حسب الروايه، فبيقول له اسمه وبيقول جيك. صح، حضرتك اللي اتاخرت بسبب الحادثه وعشان كده جرحك لسه ظاهر. وبيتضايق كريس من كلامه وبيقول له يسكت، وبيكمل في سره كنت هدخل في التوقيت الصح وخلاص.
بس الموضوع فشل وبقى محرج، ودلوقتي بما اني عملت دخول جامد لازم ابدا الدرس عشان اخلص المهمه. وفي قصص التجسيد دي المفروض اول ما ابدا كل المعلومات تجهز ورا بعض، بس انا ليه حاسس اني مش عارف اي حاجه؟ ورغم كده بيحاول بطلنا وبيمسك الطباشير في ايده وبيلف عشان يكتب على السبوره، وبعد ما بيخلص بيرمي اللي في ايده وهو سايب كلمتين على السبوره وهما المذاكره الذاتيه. ومايكل والطلاب بيستغربوا من اللي عمله، وكريس بعد ما بيخلص بيرفع رجله على الكرسي وبيريح جسمه وهو بيقول لنفسه الموضوع محرج بس هو ده الوقت اللي لازم اتصرف فيه كاني اكبر من اني اشرح للعيال دي. وبيبدا الطلاب يتهامسوا وهم مش مصدقين انه نام ببساطه كده في اول يوم من غير ما يشرح لهم اي حاجه. فبيبتسم كريس وهو بيسمع كل اعتراضاتهم بهدوء، ولكن فجاه بيسمع صوت حد بيزعق: يا استاذ كريس، لو ده هزار يبقى كفايه لحد هنا عشان ملوش اي طعم. وبينتبه كريس للصوت وبنشوف بنت هي اللي بتزعق وبتكمل بعصبيه: انت حتى ما جيتش حفله الاستقبال، ازاي تتجرأ وتهين التعليم لاكاديميه فالدر؟ وبنعرف ان البنت دي اسمها انجلينا وبتكون واحده من المرشحات لدور البطله. وبيقول بطلنا في سره: انا عارف انجلينا كانوا بيسموها الاميره الثلجيه على حسب ما كان موجود في الروايه، وكمان تبقى بنت دوق. ولما بيبص لباقي الطلاب بيفتكر ان معظم الموجودين يبقوا من النبلاء، واكيد الوضع صعب عليهم وعلى انجلينا وممكن يعمل مشاكل بعدين، بس هو في دور كريس دلوقتي مش هيقدر يعمل اي حاجه. وبيحاول بطلنا يتماسك وينسى ماضي انجلينا ويركز على شخصيته، فبيقول لها لو مش عاجبها الدرس تمشي. وبتتصدم انجلينا من رده اللي ما كانتش متوقعاه، وبيكرر كريس كلامه: هكرر كلامي تاني لو ما كنتيش سمعتي، بقولك لو مش عاجبك امشي يا انجلينا. وبيعتذر بطلنا في سره بسبب وقاحته، ولكن انجلينا مش بتسكت وبتزعق فيه بغضب: انت واعي للي انت بتقوله؟ وبيرد كريس بهدوء: مش بحب اكرر كلامي كتير، لو عندك مشكله مع النظام بتاعي اتفضلي اطلعي بره. وبيكمل في سره: سامحيني يا انجلينا ان المدرس الوحيد اللي يعرف يقول كلام زي ده لطالبه غاليه زيك. فبيزيد غضب انجلينا بسبب اسلوبه وبتقول له وهي ماشيه: انا مش مهتم اتعلم اي حاجه من شخص زيك. وبيحاول مايكل يوقفها لكن انجلينا بتزعق فيه: اسكت انت، بمستواك ده مش شايفه انك هتقدر تكمل اي حصه اصلا، وانا مش فاضي اضيع وقتي مع مدرس تافه زيه. وبنشوف الطلاب بيتشاوروا مع بعض في كلام انجلينا وبعدين بيقرروا يعملوا زيها ويخرجوا من الفصل وراها. فبيقول كريس: كنت متوقع ان ده يحصل، دول كلهم نبلاء ومتكبرين، مش عارف كام واحد فيهم هيكمل للاخر. انا كنت محضر نفسي، بس برضه لو اتطردت هعمل ايه ساعتها؟ كل اللي اقدر اعمله هو اني اثق في مدير الاكاديميه انه هيقف جنبي. وفي الوقت ده بتظهر شاشه النظام وبتهنئه انه نجح في المهمه الثانيه وحصل على الخريطه وميداليه القرد. فبيقول لنفسه ان ده مكسب مش ولا بد بعد ده كله. وبيبص للطلاب اللي باقيين بيلاقيهم هم نفس الشخصيات الرئيسيه في الروايه: البطل مايكل وصديقه الطالب المتفوق جيك، وحواليهم البنات المرشحات لدور البطله. وبنعرف ان البنت اللي شعرها احمر اسمها دولتشي، والتانية اسمها بيل وهي من النوع الداعم، وفي بنت كمان بس لسه ما ظهرتش. وهنا بيقرر كريس انه جه الوقت عشان يتصرف كاستاذ حقيقي ويقول حاجه تقيله. فبيقول لهم بهدوء: تعليم السحر بنص مجهود بيؤدي للموت، عشان كده اكاديميه فالدر هي ساحه تدريب للقتله. وبيبص له الطلاب وهم ساكتين فبيكمل: لو اديت سلاح خطير لحد مش بيعرف يتحكم في نفسه مش هو اللي هيموت، هيكون حد تاني. ممكن نسمي ده تدريب، بس الحقيقه هو مجرد تجميل للواقع المر. هل عندكم الشجاعه تتحملوا المسؤوليه دي؟ ولما بيلاقيهم ساكتين ومفيش رد بيبتسم بهدوء، وبعدين بيلف وبيديهم ظهره عشان يخرج من الفصل. ومايكل قاعد حاسس بخيبه امل. وبره المكان بنشوف بطلنا بيتسند على جدار وهو بيقول بتعب: حاسس ان عمري اتخصم منه 10 سنين كده مره واحده. اني اعمل شخصيه حياتها متعلقه بادائها ده مستوى تاني خالص من الضغط، لازم اتاقلم مع الواقع ده وبسرعه. وبعدين بيفتكر الميداليه بتاعت القرد اللي خدها كمكافاه، فبيبص لها وهو بيقول: ايه العبط ده؟ شكلها لطيف، انا شخصيا حبيتها، بس لو كريس مشي بيها كده الهبه بتاعته هتقل، بس يا ترى ليها تاثيرات ولا لا؟ وبتجاوبه شاشه النظام لما بتظهر، وبيعرف منها انه بمجرد ما يجهزها مش هيقدر يشيلها لمده 5 دقايق، وبتطلب منه يفكر كويس قبلها. فبيفهم بطلنا انه مش هيعرف تاثيرها غير لما يلبسها، فبيقرر يجرب ويشوف بتعمل ايه. واول ما بيلبسها بيقول له النظام ان تم تجهيز ميداليه، واثناء استخدامها السرعه بتزيد رتبه كامله. فبيبتسم كريس بحماس، وبعدين بيقول لنفسه: طالما مخبيها تحت الهدوم يبقى انا تمام، السرعه الاعلى معناها ضربه اسرع وتفادي احسن. فبتظهر شاشه النظام وفيها معلومه ان اثناء استخدامه للميداليه هيقول كلمه كي في اخر كلامه، زي مثلا النظام ده كريم جدا كي، وهكذا. فبيضحك بطلنا وهو مش مستوعب اللي النظام بيقوله، وبعدين بيمسك الشاشه يتخانق معاها: انت بتتريق عليا وبتشبهني بالقرد. وبعدين كريس عمره ما بيتكلم بالطريقه دي. وبتيجي انجلينا من وراه، فبالراحه بيبص لها وبيسالها بتعمل ايه هنا. فبتتخض انجلينا عشان قفشها، وبتقع منها سيجاره كانت في ايديها. فبتفكر تستخدم تعويذه التخفي بعد ما شافها بعينه اللي شبه الموت، وبتقول لنفسها: مفيش اي حجه هتنفع مع النوع ده من الناس، حتى اسم عيلتي الكبيره مش هيفرق، انا عارفه النوع ده كويس، من الناس اللي مش بيصدقوا غير نفسهم، والباقي ولا ليه قيمه بالنسبه لهم، عباقره ومتكبرين. النظره اللي في عينه دي كلها احتقار، شفتها كتير قبل كده. ولما بتلاقي كريس هادي كده بتستغرب انه ما حاولش يفتشها ولا يمسكها قبل ما تهرب، وبتكتشف انه بيمارس عليها الضغط الصامت. فبتتكلم وهي بتقول: انت شفتني صح؟ شفت ان انا كنت بشرب سجاير. فبتبص للسيجاره اللي واقعه وبتكمل: مش هكدب، انا عارفه ان انا غلطانه، انا اسفه ومستعده اتحمل اي عقاب. وبتقول في سرها: يمكن كويس انه شافني، لانه عمره ما كان هيعديها اصلا حتى لو ده ضر سمعتي.
حتى لو قال اني مش مؤهله اني ارث اي حاجه وبعدها طردني، يمكن ساعتها اقدر اتنازل عن كل حاجه واعيش مرتاحه. وبنشوف كريس بيحط ايده على راسها وبيقول لها انت واحده تافهه كي. فبتبص له انجلينا وهي مش فاهمه يقصد ايه، ولما بتبص لنظراته بتلاحظ ان ما كانش فيها توبيخ ولا غضب، كانت نظره حد شاف غيره بيموت نهايه مأساويه شبهه. خصوصا لما بيقول لها كريس اللي بيحاول ينسى الألم بتصرفات متهوره بيضحك على نفسه ومش شايف الحقيقه. مهما كنت قوي عمرك ما هتقدر ترجع الزمن لورا، الندم ده الطريقه الوحيده اللي بتشوف فيها الماضي بيتكرر من مواقف دلوقتي. فبتبص له انجلينا وبتقول في سرها انت شبهي، انت كمان من جواك بني ادم، يعني مش مجرد عبقري متغطرس زي ما كنت فاكره. ولما بيلف كريس عشان يمشي بتلاحظ انجلينا الميداليه القرد اللي لابسها وبتقول له الميداليه دي مش لايقه على شكلك، اكيد واخدها من حد غالي عليك، او يمكن ذكرى من زمان. على العموم انا اسفه لو فكرتك بحاجه توجعك، واسف كمان اني زودتها رغم اني لسه مبتدئه. فبيقول كريس لنفسه وهو ماشي هي كمان مش لايقه على شخصيتها حوار التدخين ده. ايه ده ثواني، هي لحظه اني بقول كلمه كيف اخر الكلام. وبعدها بنرجع للفصل اكس وبنشوف انجلينا قاعده متضايقه وبترد على كريس اللي سالها رجعت ليه وبتقول له لا ما تفهمنيش غلط، انا رجعت عشان اعرف سحر العلاج بتاع بيل مش اكتر. وبنشوف كمان جيك متحمس وبيقول يعني كده الفصل اكس بقى فيه انا ومايكل ودولتشي وبيل وانجلينا، بقينا 5 كاننا وحده نخبه صغيره. وبيعرف كريس ان باقي الطلبه كلهم طلبوا يتحولوا من الفصل اكس، ودولتشي في عالم موازي كان نفسها توريهم قد ايه الفريق بتاعهم هيبقى جامد، وبتاخد راي مايكل اللي بيتوتر وبيوافقها وخلاص. وبيقول كريس لنفسه كالعاده دولتشي هي البطله الشقيه والشريره الحقيقيه. وبتدخل بيل وبتقول لدولتشي بلاش تضايقي مايكل عشان المدرس داخل يشرح، خلينا نركز. ولما بتسال كريس هيشتغلوا على ايه بيتوتر عشان جه وقت الدرس الحقيقي، وهو لو كان يقدر يتهرب كان عملها ارحم ليه. فبيتنهد وهو بيقول لهم درس النهارده هيكون تدريب ميداني، وبتظهر شاشه النظام مكتوب فيها ان دي اول مهمه تدريبيه حقيقيه. وبتقول لكريس انه ياخد الطلاب لسهول فينيتز عشان يهزم 50 من الوحوش وينفذ كل الاهداف قبل 24 ساعه ما تخلص. والمكافاه كالعاده خريطه، لكن العقوبه مختلفه وغريبه وهي السيف الصادق. وبنروح لحديقه مليانه اشجار وزهور وفي هوا شديد وعلامه زرقاء على الارضيه فيها رسومات غريبه. وفجاه بيظهر كريس هو وطلابه ال5، وانجلينا بتسال اذا كان التدريب هيكون في السهول فعلا. وجيك بيبص لكريس وهو مبهور وبيقول حضرتك بتعرف تستخدم سحر الانتقال؟ دول لسه حتى ما وزعوش الاسلحه في الاكاديميه. وكريس ساكت مش عارف عمل كده ازاي، كل اللي كان عايزه هو انه يوصل لمكان التدريب. وفجاه بعد ما كانوا في الفصل بقوا في السهول، وازاي الطلاب اتنقلوا معاه وهم ما يقدروش يستخدموا سحر الانتقال. وفي انشغاله بالتفكير بتقول له دولتشي ان في ظل ورا دماغه، وهو في اللحظه دي بيدرك انهم جم هنا عن طريق شيء غريب. ولما بيلاقيهم مرعوبين وبيصرخوا بنشوف ارنب ضخم بقرون واقف ورا كريس، والنظام بيأكد له انهم اتنقلوا للمكان ده بواسطه طرف مجهول. ودولتشي وانجلينا بيصرخوا برعب، وانجلينا بتنبه كريس. ولما بيبص كريس للوحش بيقول في سره شكلي كده هتهرس النهارده. وبيبدا الوقت بتاع المرحله، وبنشوف الارنب الضخم بيبتسم بشكل مرعب وواقف قصاد كريس الضئيل اللي بيقول لنفسه اهدى كده وما تخافش، انا دلوقتي بمثل شخصيه كريس. لحظه افكر كريس كان هيعمل ايه في الموقف ده. فبيبتسم وهو بيقول لنفسه طيب الحاجه دي بالنسبه لكريس تافهه واكيد كان هيستغلها عشان يختبر الطلاب. وبعدين بيكمل وهو بيزعق ليهم انتوا نسيتوا احنا جايين هنا ليه، يلا وروني شطارتكم. فبيتحمس جيك للفكره، وانجلينا بترفض وبتقول انت اكيد بتهزر، عايزنا نتدرب واحنا في الوضع ده، انت حتى عارف ايه اللي ورا ظهرك. وبيقول لها جيك ما تقلقيش يا انجلينا، اكيد البروفيسور هو اللي هيتصرف مع الوحش بنفسه واحنا علينا نمسح الوحوش الصغيره بس. فبيقول كريس لنفسه نموذج للطالب المثالي، انقذ صورتي قدامهم بتفسيره العبقري. وبتقرب انجلينا منه تتاكد اذا كان كلام جيك صح، ولكن كريس ما بيتكلمش. فبتتنهد انجلينا وهي بتقول تمام فهمت، اكيد عندك خطه وانا واثقه انك مش هتسيبنا في خطر متعمد. وبتستخدم قوتها عشان تعمل رمح كبير اسمه رمح الجليد، وبتجري بسرعه ناحيه الوحش وبتهجم عليه بكل قوتها. وبنشوف بيل ماسكه في ايديها جوهره وبتقول لهم بصوت عالي لو حد اتصاب هتعالجه في ثواني. وفي الوقت ده بيحاول مايكل انه يصنع كره نار، وكريس واقف متابع كل ده وفخور بيهم وهو شايفهم بيخلصوا على الوحوش وبيشجعهم. وبيعرف من النظام انهم خلصوا على 6 وحوش من اصل 50، ومره واحده بيسمع صوت وراه فبيتوتر وبيلف للوحش الضخم اللي بيكون باصص له بنظرات مرعبه. فبيبتسم وهو بيقول لنفسه حقك عليا، انا كنت نسيتك، بس بصراحه انا بفضل انه يغمى عليا قبل ما احس باي وجع. وبعدين بيشد على قبضه ايده وهو بيكمل بس لا لسه بدري على الاستسلام، لسه في امل، لازم اعيش، انا لو فشلت في المهمه دي هموت، شكلي كده هختار الاختبار الاول وخلاص. وفي وسط ما مايكل بيحارب الوحوش بينتبه لكريس، ولما بيلاقيه هادي بالشكل ده ومش خايف والوحش خلاص هياكله بيصرخ برعب لما بيلاقيه اكله، وبيجري بسرعه وهو بيقول مستحيل، ده مش حقيقي، حد يموت قدام عينينا تاني. وبيبص للوحش وهو مش مصدق انه خلص على كريس، وقعد يلوم نفسه ويقول ان كل ده بسبب انه ضعيف وفاشل ومعرفش حتى يهزم وحش واحد، وشايف ان كل ده ذنبه هو. ولما بيكون بيجري ناحيه الوحش بتوقفه بيل وبتمنعه وهو مصر وعاوز يروح يلحق كريس، لكن بيل بتقوله انه خلاص الوقت فات وما بقاش ينفع، وكريس ضحى بنفسه عشانهم لان الوحوش اللي بالحجم ده بتتقل وبتهدى لما بتشبع. ومايكل بيرفض كل ده وبيقول لها لا يا بيل انت غلطانه، طب بصي انت شاطره في سحر العلاج صح، بقوتك ممكن نقدر ننقذه. ولكن لما بيل بتعتذر له بيزعل مايكل وبيفتكر موقف ليه مع كريس
لما وقفه مره وقال له انه عايز يبقى اقوى من شخصيته دلوقتي ويكون قوي كفايه انه يتحمل كل المسؤوليه لوحده. وكريس بيسمعه بهدوء، ومايكل بيقول له انه مستعد يعمل اي حاجه عشان يبقى قوي، وكان فاكر ان كريس هيتريق عليه، لكن كريس ابتسم له بثقه وقال له انه هيبقى قوي في يوم من الايام. وده اللي خلى كريس مميز عند مايكل، لانه الوحيد اللي واثق فيه وشجعه. وفي الوقت الحالي بنشوف دولتشي بتقول لهم يطلعوا من المكان بسرعه قبل ما الوحوش يخلصوا عليهم، لكن مايكل بيبقى لسه تفكيره في انه عايز يبقى قوي، وبيكون عايز يطلع كل حاجه عنده النهارده، وشايف زمايله هم المعنى الحقيقي للقوه، خاصه جيك اللي واقف بكل قوته بيحاول ياخد المبادره ويأمنهم. ومايكل بيكون شايف نفسه مجرد عبء على الكل، وبيل بتحاول تفوقه من اللي هو فيه عشان يهربوا، وهو لسه في افكاره وبدأ يعيط وكان بيتمنى لو هو اللي كان مات. وبيل واقفه تكلمه وهو مش داري باللي حواليه، وبيقول لنفسه يا ريتني كنت انا اللي مت مكان البروفيسور ومكان ماما. وفجأة بنشوف خيال بيقرب من مايكل وبيحاول يسيطر عليه بكلامه عن الموت مكان كريس وامه، وبيمد الخيال الشيطاني ايده لمايكل وبيقول انه هيساعده ويكونوا ايد واحده. فبيتأثر مايكل وبيمد ايده ولسه هيلمس الخيال الشيطاني، لكن فجأة بيسمع صوت قوي فبيلتفت ليه، وبيل بتلف هي كمان وهي مخضوضه، وبيشوفوا كريس واقف قدام الوحش اللي مرمي وراه وبيقول انتوا بتجروا ليه؟ مش شايفين الوحوش لسه محاوطه المكان؟ وفي اللحظه دي بيزعق جيك يا بروفيسور انت عايش؟ هو حضرتك سبته ياكلك قصد عشان تهاجمه من جوه؟ وطبعا كريس ما كانش يقصد كل ده، بس من جواه بيشكر جيك انه فسر الموضوع كده، وبيقول له خلاص يا جيك دوشتنا، انا مش قال النهارده تدريب ميداني؟ نسيت هدفك وحاولت تهرب ليه؟ وبسرعه بيعتذر جيك وبيجري عشان يكمل التدريب، وبيل بتحاول توقفه عشان الرجوع خطر عليه. وبنشوف دولتشي بتقرب من كريس وبتقول له يا استاذ، حتى لو الاغبياء دول قدروا يعدوا المرحله دي فانا عناية ما بتفوتش حاجه، وهعرف انت بتخطط لايه عاجلا ام اجلا، فاستعد بقى تمام؟ وهنا بيتاكد كريس ان البنت دولتشي دي مش سهله ومرعبه، فبيتجاهلها دلوقتي وبيبص وراه مايكل وانجلينا اللي بيعيطوا عشانه، وهو بيبص لهم ومش عارف الاتنين دول متخلفين ولا طيبين لدرجه كبيره، وخصوصا مايكل اللي المفروض يكون بطل القصه ولسه قوته ما صحتش بالكامل. وانجلينا بتقول له هو كان لازم الموضوع يوصل للدرجه دي؟ طالما انت قادر تهزمه بضربه واحده ليه ما عملتش كده من الاول؟ ده كان خطر لمجرد تمثيليه. فبيغمض كريس عينه وهو مش عارف يقول ايه، لانهم فاهمين كل حاجه غلط، وهو مش قادر يشرح لهم ان لما الوحش اكله معدته انفجرت من كتر الاكل، ولكن بيركن كل ده وبيرد ببرود انا قلت قبل كده اللي مش عاجبه طريقتي يقدر يمشي، وبيكون قصده من كلامه انه يهددهم، وفعلا بيخافوا وبيعتذروا هما الاثنين عشان ما يتخلاش عنهم، ورغم احساسه بالذنب باسلوبه ده الا انه بيسيب كل ده وبيقول لهم يكملوا تدريب، وبيقول لنفسه انا فعلا كان نفسي اشرح كل حاجه زي الناس، بس كل كائن حي في العالم ده عنده حاجه اسمها قوه سحريه، وعشان يعيش لازم يمتص القوه دي من كائنات تانية، من بينهم الوحوش بيتولدوا معاهم قوه سحريه قليله نسبيا، خصوصا البشر اللي بيبقى جواهم كميات مهوله من الطاقه السحريه، عشان كده الوحوش دايما بتستهدفهم. بس انا كل اللي عندي هو كميه ضخمه من الطاقه السحريه، يعني بالنسبه لهم انا اكله فخمه جدا، بس الموضوع كانك بتحاول تحشر بطيخه في كيس بلاستيك صغير، القوه السحريه اللي اكبر من طاقه التحمل ما بتقدرش تستوعبها فبتنفجر وتبوظ الحاجه اللي جواها. بصراحه انا ما فكرتش فيها كويس ولا حسبتها صح، دلوقتي الزعيم مات وكان المفروض الوحوش الصغيره دي تهاجمنا، ولما بيبص لدولتشي بيلاقيها بتهاجم الوحوش بشكل كويس هي وانجلينا وقاعدين يخلصوا عليهم، فلما بيلاقيهم منسجمين بيلاقي ان مفيش داعي يقلق عليهم، فبيفكر في نفسه دلوقتي وبيدور على طريقه يحمي نفسه بيها، فبيقرر يستخدم ميداليه القرد عشان يزود بيها سرعته شويه بما ان الطلاب مش محتاجين اوامر منه دلوقتي، ولكن بيلاقي وحش بيهجم عليه فجاه فبيستوعب هو الموضوع وبيتفادى ضربته، وبيتخض مايكل لما بيشوفه واقع على الارض، وكريس بيهدي ضربات قلبه وهو بيقول عدت على خير، ده انا نص وشي كان هيطير. ومع همه الشباب بيخلصوا على كل الوحوش ومش بيتبقى غير وحش واحد، ودولتشي بتقول كنت فاكره اني خلصت عليهم كلهم بس شكلي سبت واحد يفلت مني بالغلط. وبيظهر شخص غريب وهو بيبص على كريس ومايكل اللي قاعد يعتذر وبيعمل كل اللي يقدر عليه، وبنشوف الراجل الغريب مخبي عينه وبيبتسم وبيقول وهو راكب على وحش ضخم لا انا مش مصدق، كنت شاكك بس هو فعلا كريس مش كده. فبيبص له بطلنا وبيقول لنفسه مين الراجل ده؟ شكله كده بيقول انه العقل المدبر، لحظه هو ممكن يكون اللي نقلنا للمكان ده. وبنشوف الراجل بينزل من على الوحش الطائر وبيقول لبطلنا عاش من شافك يا راجل، كنت فين الفتره دي كلها وبتعمل ايه؟ وبيبتسم وهو بيشيل الكاب وبيكمل عارف انا بقالي قد ايه كنت عايز اشوفك. فبيستغرب بطلنا وبيقول لنفسه ايه ده، هو مش كان لابس الكاب عشان يخبي هويته؟ وايه علاقته بكريس اصلا؟ وليه بيتكلم بالشكل ده كانهم حبايب؟ ومش بيكون فاهم في ايه لا هو ولا حتى طلابه اللي كانوا بيتابعوا الوضع في صمت، والشكوك بدات تراودهم، فبيتعصب منهم ومن الراجل اللي بيقول له مالك بس مش مبسوط انك شفتني؟ وبيرفع ايده اعتذر منه لو كان زعلان من اللي حصل زمان. وبطلنا راسه هتنفجر من التفكير وهو واقف مش فاهم حاجه، بس لازم يكمل التمثيليه ويعمل نفسه كريس للاخر، فبيقرب ناحيه الراجل الغريب وبيتجاهل مايكل اللي بينادي عليه، واول ما بيقرب بيحس باحساس غريب وروح شرير حواليه، فبيفهم ان الراجل ده خطر، وكمان الشباب بياخدوا بالهم من اللي بيحصل وبيحاولوا يحموا نفسهم من اي غدر. والغريب ان الراجل اللي قدامهم ده بيتحكم في الوحوش كانهم عياله، وممكن يكون هو اللي اطلق عليهم الارنب المجنون. وبيسمعوا صوت الراجل بيقول انا كنت فاكر ان في حد غريب خلص على اولادي، بس اتضح ان كريس هو اللي عملها. فبيقول مايكل في سره لو ما كانش البروفيسور موجود كان زماني مت من غير ما حتى الحق اتكلم. وبيقول للراجل لكريس السيد الكبير قال انه عايز يشوف الولد الصغير بقى فين،
فكنت بفكر اخلص على حد من صحابه قدامه وخلاص، بس ما كنتش متوقع انك تطلع لي كده. حاول تشوفها من ناحيتي شويه، ترضاها لي. واول ما بيحط ايده على كتفه بيستعد مايكل وانجلينا للهجوم، لكن كريس بيوقفهم بايده. فبيكمل الراجل لكريس: انت اللي بوظت لي المهمه، مالك بقى ساكت ليه؟ مش يمكن مش لاقي حاجه مناسبه تقولها لي؟ ومايكل متابع ومش فاهم ليه كريس ساكت وما بيردش بدل ما يخلص عليه. فبيفكر شويه وبيخمن ان كريس مش عاوز يعمل مشاكل وهم موجودين، وكمان الراجل ده واضح انه غضبان من الهاله اللي طالعه منه. وبيلاقي انه حتى كريس صعب عليه يهزمه وهو بيحميهم في نفس الوقت. فبيحس مايكل بالعجز وانه حمل تقيل على كريس، ومن وجعه بيولع في الوحش اللي مرمي جنبه، لان دي اقصى حاجه يقدر يعملها دلوقتي بعد ما خلاص الوحش بيكون بيلفظ انفاسه الاخيره. وبيبص للراجل وهو بيكمل كلامه مع كريس وبيقول: انت كمان بتنفذ اوامر السيد الكبير، فمش هتدخل في طريقتك، بس لو كنت شجعتني على شغلي كنت فرحتني شويه. وبسبب كلامه ده بيحس كريس ان الشخص ده مهتم بكريس وممكن يكون صاحبه، بس عين كريس ما بتقولش كده وهادي بشكل كبير. وبنشوف الراجل الغريب بيشيل الشرايط اللي على عينه وهو بيقول: بس انا ممكن اساعدك في مهمتك ما تقلقش. ومش بيديله بطلنا فرصه انه يكمل فك الشريط، وبيسحب حاجه من هدومه واللي بيكون سيف ضخم وبيضربه بيه بكل قوته وبيكسر له ضلوعه. يا ترى مين الراجل الغريب ده وايه علاقته بكريس الحقيقي؟ والسؤال الاهم: مين هو السيد الكبير؟ وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، وعايزكم تكتبوا في الكومنتات ايه هي الميداليه اللي كسبها كريس في المهمه التانية. وطبعا لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تكونوا اول حد يتفرج على فيديوهاتنا الجديده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. كان معاكم حازم، ولحد الحلقه الجايه، سلام.